المسلسل بيبدأ بسونج، وده شخص فاشل في حياته، مديون للناس كلها، وبنشوفه وهو قاعد في البيت مع أمه، وبنشوفها وهي رايحة شغلها علشان تساعد ابنها يسدد ديونه الكتيرة. قبل ما تطلع من البيت بتديله شوية فلوس علشان يروح يقابل بنته ويخرجها شوية يتفسحوا سوا، عشان بقالهم كتير ما شافوش بعض، وكان ناوي يشتري لها هدية بمناسبة عيد ميلادها. بس لما سونج يشوف الفلوس اللي أمه ادتها له يشوفهم قليلين، فيتعصب عليها ويطلب منها فلوس أكتر، فالست الغلبانة تديله فعلا فلوس زيادة وتسيبه وتروح شغلها. بعد ما أمه تمشي يبدأ سونج يدور في البيت على كارت الفيزا بتاعها، ولما يلاقيه ياخده ويطلع مع صاحبه على ماكينة ATM ويسحب كل الفلوس اللي كانت حوشتهم أمه. بياخد الفلوس ويروح بيها على مكان مراهنات خيول، ونشوفه هو بيكسب مبلغ محترم قدره 4 مليون وون. بياخد الفلوس وقبل ما يخرج من المكان يدي الموظفة بقشيش. لما يخرج بره يتصل ببنته ويقول لها تجهز نفسها علشان هيعمل لها عيد ميلاد ما حصلش. بس قبل ما يكمل كلامه يشوف عصابة هو مديون ليهم، فيبدأ يهرب منهم بسرعة. وهو بيهرب يخبط في بنت بالغلط، يعتذر لها ويرجع يكمل جري. بس رجال العصابة يلحقوه وياخدوه على الحمام، ولما يلاقوه يبدأوا يهددوه، فيقول لهم إنه معاه 4 مليون دلوقتي والباقي هيسددوا الشهر الجاي. ولما يمد إيده على جيبه علشان يطلع الفلوس يلاقيهم اختفوا. ساعتها يفتكر البنت اللي خبط فيها ونعرف إنها حرامية. راجل العصابة يضربه بوشه وضربة جامدة خلت مناخيره تنزف، وبعدها يخلوه يبصم على ورقة تنازل بيوافق فيها إنه لو ما دفعش الدين خلال شهر ياخدوا كليته وعينه. ولما رجال العصابة بيطلعوا يطلب منهم الفلوس تاني، وبعدها يرجع للموظفة ويطلب منها ترجع له البقشيش اللي كانت اداهولها. لما ياخد البقشيش نشوفه وهو بيلعب لعبة الرفعة اللي بتحاول فيها ترفع لعبة وتاخدها، بس سونج ما يعرفش يكسب. يجي طفل صغير يلعب مكانه وينجح وياخد اللعبة. سونج ياخد الهدية دي ويروح بسرعة على بنته من غير ما يتأكد من اللي جواها. نشوفه مع بنته وهم قاعدين بيتعشوا ويديها الهدية، ولما تفتحها تتفاجئ إنها ولاعة على شكل مسدس. البنت ما تبينش خيبتها في أبوها، لكنها ترجع له اللعبة وتقول له إن أمها لو شافتها مش هتخليه يشوفها تاني. ساعتها كانت البنت هتقول له حاجة مهمة، لكن تتراجع وما تقولش. ولما يخلصوا احتفالهم ياخدها يوصلها للبيت. لما بيرجع سونج لمحطة المترو يفوت القطر، فبيقعد على كرسي مستني القطر اللي بعده. وهو قاعد ومحبط يجيله راجل شيك لابس بدلة ويقول له: تحب تكسب فلوس كتير؟ تلعب لعبة بسيطة؟ اللعبة كانت الدوجي، لعبة ورق كورية لازم تقلب فيها ورقة الخصم، ولو كسب ياخد 100,000 وون. سونج يوافق ويبدأ اللعب، لكن يخسر. الراجل يقول له: اديني 100,000 وون. سونج يرد: مفيش معايا. الراجل يقول له: كل مرة تخسر هتاخد قلم على وشك. وسونج كالعادة خسارته أكتر من مكسبه، وفي كل مرة بياخد بالقلم على وشه، بس في الآخر بيكسب وياخد منه الراجل 100,000 وون. بعدها الراجل يديله كارت ويقول له: لو عاوز تكسب أكتر اتصل، إحنا عارفين كل حاجة عنك، لدرجة إننا عارفين إنك النهاردة مضيت على ورقة بتتنازل فيها عن أعضائك عشان الديون. الفرصة جات لك لحد عندك، لو ناوي تسدد ديونك ما تضيعهاش. ويمشي الراجل. بعد كده نشوف سونج مع صاحبه سانج، واللي عندها مطعم صغير عايشة منه. سانج كان ساكن معاهم من زمان وصاحبه من الطفولة، ودلوقتي شغال في البورصة وحياته تمام التمام. سونج يقول سانج إن ابنها مش بيسأل وياخد منها الأكل ويديها تمن الوجبة ويرجع على البيت. ولما رجع سونج البيت أمه قالت له إن بنته هتسافر مع أمها وجوزها لأمريكا، وساعتها سونج يفهم إن دي كانت الحاجة اللي بنته ما قدرتش تقولها له علشان ما تزعلوش. أمه تكمل وتقول له: لو عايز بنتك تفضل جنبك لازم تثبت للمحكمة إنك قادر تصرف عليها، وتقول له كمان لو سافرت مش هتشوفها تاني. الخبر ده
كسر قلب سونج. دخل أوضته، قعد يتفرج على صوره مع بنته ودموعه بتنزل وهو مش قادر يعمل حاجة. لكن في اللحظة دي قرر يتصل بالرقم اللي على الكارت اللي اداهوله الراجل الغريب في المترو. ولما اتصل ردوا عليه وسألوه: عايز تشارك في الألعاب؟ قال لهم أيوة. بدأوا ياخدوا بياناته، اسمه، سنه وكل التفاصيل، وادوله عنوان محدد يروح له، وقالوا له إن عربية هتيجي تاخده للعبة. بعد شوية سونج بنشوفه في المكان اللي حددوه، وتيجي عربية. لما يركب يلاقي السواق لابس أحمر وحاطط قناع. جوه العربية سونج يلاقي ناس نايمين، ولما كان هيسأل السواق عنهم فجأة يتبخ عليه غاز منوم وينام زيهم. بعد مدة سونج يصحى، يلاقي نفسه في أوضة كبيرة ومعاه ناس كتير لابسين نفس اللبس وكل واحد عليه رقم. يقوم من السرير ويبص حواليه ويتعرف على راجل عجوز مكتوب على لبسه رقم 1، وده يبقى اللاعب رقم 1. الراجل العجوز كان بيعد الناس، فسأله سونج: ليه بتعد؟ العدد باين على الشاشة هناك. الراجل يرد: أنا مش بعدهم علشان كده، أنا عندي ورم في المخ والدكتورة بتاعتي قالت لي أعد دايما علشان ما يجيليش زهايمر. سونج يتأثر ويسأله: طب انت ايه اللي جابك هنا بحالتك دي؟ الراجل يرد: دي آخر أيامي وعايز استمتع بالباقي قبل ما اموت. وفجأة خناقة تبدأ بين واحد بلطجي وبنت. البنت تبقى النشالة اللي سرقت فلوس سونج وقت ما كان بيهرب من العصابة، ولما سونج يتعرف عليها يجري ناحيتهم ويدفش البلطجي ويمسك البنت ويديها كام ضربة علشان ترجع له الفلوس. وفجأة يدخلوا مجموعة لابسين أحمر وعلى وشوشهم أقنعة بعلامات دائرية أو مربعة. دول المنظمين بتوع اللعبة. الكل ينتبه ويبدأ القائد اللي لابس قناع عليه مربع يتكلم: هتفضلوا هنا 6 أيام وهتلعبوا 6 ألعاب. اللي يكسب في الآخر هياخد 45 مليار وون. الناس تبدأ تسأله: إزاي نثق فيكم وانتم خدرتونا وجبتونا هنا وكمان لابسين أقنعة؟ القائد يرد: ده علشان نحمي سرية اللعبة، واحنا مش ناويين نأذيكم لو اتبعتوا القوانين. وفجأة يظهر شخص رقمه 118، وده يطلع سونج، صاحب سونج من أيام الطفولة، ونكتشف إنه اختلس فلوس كتير ومطلوب بمبلغ ضخم. سونج يشك فيهم، فيعرضوا لي فيديو وهو بيلعب لعبة الدكشي ويأكدوا له إنه كسب وإنهم ما بيضحكوش على حد، ويعرضوا فيديوهات لباقي المشاركين وكلهم عندهم قاسم مشترك: كلهم مديونين. القائد يكمل كلامه: لو عايزين تمشوا امشوا، ولو عايزين تكملوا في ملايين ممكن تغير حياتكم. الكل يسكت، وده معناه إنهم موافقين. بعدها كلهم يملوا استمارات المشاركة واللي فيها 3 شروط: 1، ممنوع التوقف عن اللعب. 2، اللي يرفض اللعب بيتم إقصائه. 3، لو الأغلبية وافقوا على إنهاء اللعبة تنتهي. الشروط دي هتلعب دور كبير قدام. بعد التوقيع ياخدوهم يصوروا، وبعدها يعلنوا بداية أول لعبة: إشارة حمراء، إشارة خضراء. المتسابقين يطلعوا لساحة كبيرة، ونشوف دمية يتربط على شكل بنت كبيرة. أول ما تقول إشارة خضراء الكل يجري، ولما تقول إشارة حمراء اللي ما يثبتش مكانه بام، رصاصة في دماغه والناس تتجمد مكانها. الكل يبدأ يصرخ يجري، لكن الرصاص شغال. الساحة اتحولت لساحة موت. الراجل العجوز قرر يكمل. سونج وقع عليه واحد مات، فضل واقع، لكن سونج يجيله ويقول له: لازم تقوم، لو ما قمتش هيموتوك، ويشرح له إن الدمية فيها حساس حركة، ولو وقف ورا حد مش هيتكشف. إن الشالة بتجري ورا البلطجي تشده من شعره ويقع، بس لحسن حظه الدمية ما شافتهوش. سونج يقوم ويركض بكل قوته. قبل ما يوصل لخط النهاية يتكعبل. الدمية تحس بحركته، بس في اللحظة الأخيرة يمسكوا علي الشاب الباكستاني. يوصلوا سوا لخط النهاية، واللي ما وصلوش قبل نهاية الوقت ماتوا.
نرجع نشوف مدبر اللعبة قاعد قدام الشاشات لابس اسود ووشه مغطى بقناع. قمة الاستمتاع عنده، الناس بتموت وهو بيتفرج. الساحة اتقفلت بسقف علشان محدش يشوف من فوق. اللعبة دي بتتم في جزيرة معزولة. الجثث تتحرق والمشتركين اللي بقوا مصدومين من اللي شافوه. عددهم بقى 200 من أصل 456. واحدة من المشاركات تبدأ تعيط وتتوسل تخرج علشان عندها بنت، والناس تبدأ تتجاوب معاها. سونج يفكرهم بالقانون الثالث: اللعبة بتقف لما الأغلبية توافق. الجندي يؤكد: هيعملوا تصويت. وقتها الفلوس تبدأ تنزل في بلورة كبيرة من السقف. الناس كلها تبص. قائد الحرس يكمل: لو انسحبتوا كل واحد ياخد 100 مليون وون، ولو كملتوا الفائز ياخد 45 مليار. التصويت يبدأ. الناس اللي كانوا عايزين يخرجوا يغيروا رأيهم. الأصوات تتعادل وصوت واحد متبقي. الراجل العجوز صاحب الرقم 1 يصوت: نوقف اللعبة. سونج يحتفل. اللي بيحصل كأنه حلم. القائد يقول: اللعبة توقفت، بس اللي عاوز يرجع هنديله فرصة. يبدأوا يرموا المنسحبين في الشوارع، منهم سونج والنشالة مربوطين. يفكوا بعض وكل واحد يروح في طريقه. سونج يروح اسم الشرطة يحكي كل حاجة، لكن الضباط يضحكوا عليه ومفيش حد يصدقه. بس واحد سمعه: المحقق هوانج. هوانج يتابع سونج وياخد منه الكارت. يطلع سونج يدور على أمه، ما يلاقيهاش. يشوف صاحبه سونج بيراقب أمه من بعيد. يروح له ويقعدوا يتكلموا. سونج يعترف: أنا مديون ب6 مليار، مش زي ما قالوا، ولو أعلنت إفلاسي بيت أمي هيتاخد. يرن موبايل سونج. المستشفى. أمه هناك، حالها صعب ورجلها فيها عدوى. لو ما خدتش علاج هتتقطع، بس تطلع من المستشفى علشان ما عندهاش فلوس. سونج ينهار، يشرب ويبكي ويفكر يرجع للعبة علشان يعوض أمه. المحقق هوانج يدور على أخوه المختفي. يلقى الكارت اللي سابه سونج ويبدأ يشك في اللعبة. اللاعبين اللي انسحبوا حياتهم بقت أسوأ. علي مش لاقي يأكل مراته وابنه. سايبيوك بتحاول تنقذ أمها وأخوها بس مفيش وسيلة. سونج قرر ينتحر بس يلاقي الكارت عند الباب. سونج يتقابل مع الراجل العجوز ويبدأ يقتنع يرجع اللعبة. يحاول يستلف من طليقته، ما ترضاش. جوزها يديله فلوس بشرط يبعد عنهم. سونج يعصب ويضربه ويمشي. البلطجي كان بيخطط يسرق الجايزة، بس واحد من رجالته يغدر بيه ويجيبه لناس هو مديون ليهم. يضربه لحد ما يموته ويرمي نفسه في البحر. سونج في طريقه يقابل المحقق، يحكي له بس يتجاهله ويمشي. المنسحبين مستنيين العربية تيجي وتنومهم، بس النشالة تشد من آخرها تستنى الغاز يروح. وهوان كان بيراقب، يمشي ورا العربية ويتسلل جوه واحدة منهم، وهي العربية اللي فيها سونج. بس السواق اللي كان سايق عربية سونج كشف على كل الركاب، ولما وصل له هونج هجم عليه وقتله، وبعدها بدل هدومه بهدوم الحارس، وبكده قدر يتسلل وسط الحراس من غير ما حد يشك فيه. ولما يوصلوا الحراس يبتدوا يغيروا لبس المشاركين، وساعتها نلاحظ ان البنت الحرامية كانت مدخلة معاها سكينة وقدرت تخبيها كويس. تاني يوم بعد ما الكل يفوق، سونج يروح للراجل العجوز ويتكلم معاه، وفي اللحظة دي يكتشفوا ان اغلب اللي انسحبوا من اللعبة رجعوا تاني، وبقى عددهم دلوقتي 187 مشارك. سونج يقابل سانج وعلي اللي رجعوا هما كمان، فيقرروا يعملوا فريق هما الأربعة ويساعدوا بعض. البلطجي كمان يبدأ يجمع ناس حواليه وبيروح للنشالة عشان يضمها للفريق، لكنها ترفض. بعد كده بالليل واحدة من المشاركات تطلب تروح الحمام وتاخد معاها البنت الحرامية، وهم في الحمام كل واحدة فيهم كان عندها هدف تاني. هان كانت عايزة تدخن، أما البنت الحرامية فتسللت من فتحات التهوية عشان تعرف إيه اللي بيحصل جوه. وساعتها تشوف الحراس وهم بيجهزوا كمية كبيرة من السكر بيعملوه زي الكراميل، وقبل ما حد يشوفها ترجع بسرعة للحمام.
ولما يرجعوهم للغرفة هان تسأل النشالة شافت إيه، بس الحرامية ترفض ترد وتقول لها خليها للصبح وهقول لك. وساعتها شوف سانج وهو سمع كل حاجة اتقالت. تاني يوم هان ترجع تسأل الحرامية عن اللي شافته، فترد وتقول إنها شافتهم بيطبخوا كمية سكر كبيرة. هان تزهق وتقول دي معلومة ملهاش لازمة وتسيبها وتمشي. بعدها يجي الحراس ويوزعوا عليهم الفطار، وساعتها نشوف مشترك يلاقي ورقة صغيرة جوه العيش مكتوب فيها اسم اللعبة. وبعد شوية يبدأ المتسابقين يطلعوا للساحة عشان اللعبة هتبدأ. وفي الطريق سانج يسأل الحرامية عن اللي قالته لهان، ويقول لها إنه من كوريا الجنوبية وبيعرف أغلب الألعاب اللي بيلعبوها، ويفكرها إنها من كوريا الشمالية يعني مش هتعرف الألعاب. وقتها تحكي له عن اللي شافته، لكنه ما يعرفش برضو اسم اللعبة. بعدها كلهم يتنقلوا لقاعة جديدة، الحيطان فيها مليانة رسومات أطفال، بس الجو مش طبيعي، الكل متوتر. سانج يشوف الرسومات ويفهم إن اللعبة هي دلجونة، ودي لعبة بتتعمل من السكر المداب، لكنه ما يقولش لحد. الحراس يطلبوا من المشاركين يختاروا شكل من 4 أشكال مرسومين على الحيطة. سانج يختار مثلث، علي يختار دايرة، الراجل العجوز يختار نجمة، وسونج يختار المظلة من غير ما يعرف هو بيعمل ايه. كل واحد يستلم علبة جواها القرص اللي عليه الشكل اللي اختاره، ومعاه إبرة عشان يفصله. شكلها صعب ومعقد ولازم يطلعها من غير ما تتكسر. اللعبة تبدأ والوقت 10 دقايق، واللاعبين يركزوا على إخراج الشكل والحراس بيراقبوا، وأي حد يكسر الشكل بيتقتل فوراً. وناس كتير فشلوا في اللعبة. البنت الحرامية تكون أول واحدة تنجح وتسلم القرص، بعدها الشخص اللي لقى الورقة، ثم علي وسانج. سانج يبص لسونج بنظرة إنه كان عارف اللعبة وما قالش. سونج يبدأ يعرق وإيده يتهز وهو شايف الناس بتبوت حواليه، وفي لحظة عبقرية فيبدأ يلحسب هدوء لحد ما الشكل يتحرر. المشاركين يشوفوه والراجل العجوز أولهم ويبدأوا يقلدوه، وفي اللحظة الأخيرة سونج بينجح وبيفضل عايش. بعد ما تخلص اللعبة يفضل مشترك واحد كسر الشكل اللي معاه، ولما يجي الحارس يقتله المشترك يهجم عليه وياخد المسدس ويضرب حارس تاني وياخده كراهينة ويوجه السلاح على راسه ويطلب منه يشيل القناع. الحارس يشيله ونكتشف انه شاب صغير، فالمشترك ما يقدرش يقتله لكنه ينتحر. بعد شوية الشخص اللي لابس اسود يجي ويقتل الحارس اللي اتكشف، بيقولوا للقارين لو هويتكم اتكشفت ما تلومونيش. هونج ياخد القناع اللي شكله مربع عشان يديه صلاحية أكتر لأنه أعلى رتبة من تاني يوم يصحوا ياخدوا الفطار ويلاقوه عبارة عن بيضة مسلوقة ومشروب، وده ما يعجبش البلطجي، فيدخل الطابور تاني عشان ياخد أكتر. وبعد ما التوزيع يخلص يفضل 5 مشتركين ما خدوش أكلهم. واحد منهم يروح للبلطجي عشان يتكلم معاه، لكن البلطجي يضربه لحد ما يخلص عليه، والحراس واقفين بيتفرجوا من غير تدخل. ساعتها الكل يفهم إنهم لو قتلوا بعض محدش هيحاسبهم. ننتقل بعدين ونشوف الشخص اللي دايما تصله ورقة باسم اللعبة، يطلع دكتور ومتعاون سرا مع الحراس في تجارة الأعضاء. الدكتور يطلع الأعضاء من جثث اللي ماتوا والحراس يتكفلوا بالباقي، وفي المقابل يعرفوه أسماء الألعاب قبلها. بعد ما يخلص شغله بيروح يسألهم عن اللعبة الجديدة، فيردوا عليه إن الليلة يبقى صاحي لأن البلطجي وجماعته هيقتلوا المشتركين علشان الأكل، ويقولوا له إن الإدارة قللت الأكل علشان كده. يدوله بيضة، ولما يفتحها يعرف اسم اللعبة الجديدة ويرجع على أوضته. ولما يدخل يلاقي إن المشتركين اتقسموا مجموعات علشان يحموا نفسهم بالليل. سونج بيروح للرجل العجوز وبيقول له يفضل صاحي علشان أكيد هيحصل حاجة الليلة. بعدها بيشوف البنت الحرامية قاعدة لوحدها، فيروح لها ويقول لها لو حصل حاجة تعالي عند مجموعتي أنا هحميكي، لأنه عارف إن البلطجي بيكرهها وأكيد دي فرصة ليه يقتلها. نروح للطبيب نلاقيه بيدور على أقوى فريق ينضم ليه. بيروح للبلطجي وبيقول له لو دخلتني فريقك هقول لك اللعبة الجاية إيه. البلطجي وافق فورا. اللعيبة بيرجعوا يناموا في العنابر
بس في نص الليل كل حاجة بتتقلب، الأنوار تطفي والكل ثابت مكانه، والمشهد يقطع على الراجل اللي لابس أسود بيراقب كل حاجة. يؤمر واحد من رجالته يشغل ويطفي النور كإشارة، وفجأة البلطجي وجماعته يهجموا على الناس ويبدأوا يقتلوا فيهم. الفوضى تعم المكان، صريخ في كل حتة، والناس بتجري تدور على مكان يستخبوا فيه، كل واحد بيحاول ينجو بحياته. الحراس واقفين ورا الأبواب مستنيين أي حد يحاول يهرب علشان يخلصوا عليه. سونج يجري يدور على العجوز بس ما بيلاقيهوش، يشوف البنت البلطجية وهي جاية عليه ووراها البلطجي عايز يقتلها. سونج يلحقها وينقذها منه، بس بعدها جماعة البلطجي تيجي وتهيم على مجموعة سونج. وفجأة العجوز رقم 1 يخرج من مخبأه ويصرخ للإدارة: كفاية، دي لعبة ولا جريمة؟ محدش بيرد عليه، بيتوسل للإدارة يوقفوا المجزرة. وفجأة النور يشتغل تاني والجنود ينزلوا يوقفوا المجزرة، بس بعد ما كل حاجة حصلت. هنا الضابط هونج يروح ويتكلم مع سونج ويسأله لو كان شاف أخوه هنا مع المشتركين. بعدها يرد عليه سونج بإنه ما يعرفوش. بعد ما تتلم الليلة دي نعرف إن المشتركين مش باقي منهم إلا 80 فرد. بعد كل ده الكل بيتجمع تاني في ساحة الألعاب وبيستعدوا للمرحلة الجديدة، بس المرة دي بيقول لهم المسؤول: اللعبة الجاية هتتلعب في مجموعات، فريق من 10 أفراد. الكل بيجري يدور على فريق. سونج وجماعته مش لاقيين حد يكمل مجموعتهم، هم دلوقتي 5، فلازم يضموا معاهم 5 أفراد تانيين. فيروحوا يجيبوا أفراد اللي ناقصينهم ونشوف إنهم صاروا 9، وباقي شخص وقتها تنضم ليهم هان بعد ما تخلى البلطجي عنها وطردها من فريقه. وبكده كل فريق بيجهز نفسه من غير ما يعرفوا هم داخلين على لعبة ايه. بعدها الحراس يفتحوا لهم باب ويتصدموا من ان اللعبة هي شد الحبل ومن على مسافة مرتفعة، واللي بيخسر معروف مصيره ايه وهو الموت. تبدأ اللعبة ونشوف فريق البلطجي هو أول فريق يشارك، والفريق اللي قدامهم أضعف منهم بكتير. الصفارة بتضرب والمعركة بتبدأ، الحبل بيتشد، الحديد بيزيق من تحت رجليهم، وكل واحد فيهم بيصلح من الضغط. اللي بيتفرج مش قادر ياخد نفس من التوتر. وفي الآخر الفريق الأضعف بيتشد فجأة وبسقوط جماعي بيقعوا لتحت وسط صرخات. الدم بيتحرك في عروق اللي لسه عايشين. دلوقتي عرفوا إن اللي جاي مش هزار. يجي الدور على فريق جيهون. الفريق كله بيبص لبعض. العجوز رقم 1 بيكسر الصمت وبيقول لهم: اسمعوني، أنا كنت بطل في اللعبة دي زمان، مش لازم تبص على عضلات، السر في التكنيك. ويشرح لهم الخطة: 1 نقف بتوازن، 2 نعد أول 10 ثواني وإحنا مش بنسحب ولا خطوة، نخليهم يتعبوا الأول، 3 بعد كده نبدأ نسحب بقوة في نفس الوقت، 4 لو الحبل راح منهم ناخد خطوة واحدة للأمام فجأة نلخبطهم ونرجع نسحب تاني. الكل بيهز راسه بس الخوف باين على وشوشهم. المصعد يوصل، الفريق يطلع على المنصة، يقفوا والعيون كلها على الحبل. الصفارة تدوي والحبل يبدأ يتحرك. في أول 10 ثواني فريق سونج ثابتين زي جبال. الناس اللي قدامهم بدأت تشك إنهم أقوياء فعلا. بعدها يسحبوا بكل قوتهم، بس فجأة الفريق التاني يشدهم شدة قوية ويفقد فريق سونج التوازن. كلهم بيتزحلقوا ناحية الحافة. سانج يصلخ ويقول: 3 خطوات لقدام دلوقتي. كلهم ياخدوا الخطوة، الفريق التاني يفقد توازنه وسونج وفريقه يسحبوا مرة أخيرة بكل قوتهم، والفريق التاني يقع مرة واحدة لتحت. فريق سونج يترمي على الأرض منهك بس عايشين. الجنود يرجعوا الناجين للعنابر ونكتشف إن الباقيين بقوا 40 بس.
هان توعد البلطجي بالانتقام، والبلطجي يكمل تهديداته ويقول إن هو اللي هيسيطر على المرحلة الجاية. نرجع لفريق سونج، بيبنوا جدار من سراير عشان يحتموا قبل ما الليل يجي. البلطجي يجي يتريق عليهم، وسونج يرد ويقول له انت خليك في فريقك، يمكن هم اللي يغدروا بيك. الأضواء تطفي، ولكن الدكتور مش موجود. نشوفه كالعادة بيشرح في الجثث ويطلع أعضاء. والمفاجأة إنه يكون معاهم لحظتها الضابط هوانج، فيسمعهم وهم يتكلموا عن شخص باعوا أعضاؤه بس ما خدوش الفلوس لأنه كان بكلية واحدة، وده عمل لهم مشكلة من المشترين. لما يسمع هوان كده يسألهم عن الشخص ده، لأننا نعرف إن أخوه كانت عنده كلية واحدة. لما هوانج اتكلم الكل بدأ يشك فيه، فسكت ورجع لورا. بعد ما خلصوا شغلهم هوانج طلع مع واحد تاني علشان يسلموا الأعضاء، وهم في السكة الحارس اللي معاه قال له إن الطريق اللي بيستخدموه دلوقتي مخصص للشخصيات المهمة علشان يهربوا منه. ساعتها هوانج سأله بغباء كده مين الشخصيات المهمة دي؟ على طول الحارس طلع عليه سكينة وقال له يقلع القناع علشان يعرف إذا كان واحد من زملائه ولا لأ. لكن هوانج أول ما شال القناع بسرعة طلع سلاحه ووجهه للحارس، وأخذ منه المعلومات اللي محتاجها علشان يعرف مكان أخوه. نبدأ مشهد جديد ونشوف الدكتور بيسأل الحراس عن اللعبة الجديدة. الحارس رد عليه إنه ما يعرفش. وقتها الدكتور اتعصب عليهم وقتل واحد منهم، وبسرعة جري يهرب من الحارس التاني لحد ما وصل لساحة الألعاب. وقبل ما يحصل أي حاجة جه الشخص اللي لابس اسود وضرب الحارس بالنار، وقبل ما يخلص عليه قال له انه هيقتله علشان سرب الالعاب اللي لعبها الدكتور، وان ده ضد مبادئه لان هنا القتل واحد ومفيش حد احسن من حد. بعدين قتله وكمل مع الدكتور. نرجع تاني لهوانج وهو طالع على سلم لحد ما وصل لباب حديد مقفول، فضل يضرب عليه نار لحد ما اتفتح. الصوت ده سمعه الشخص اللي لابس اسود، لكن ما اهتمش وكمل تحقيقه في اللي حصل، ولقى الجثث اللي اتاخد منها الاعضاء وكل اللي شاركوا في الموضوع. الشخص اللي لابس اسود قال لهم دلوقتي مكمل ندور على اللي قتل الحارس. نرجع تاني لهوانج اللي وصل لغرفة فيها كل سجلات المشاركين. بدأ يفتح ملفات المشاركين في الألعاب اللي فاتت، بيتصفح سنة ورا سنة، بيشوف صور، أسامي، تواريخ ميلاد وأرقام اللاعبين. واضح إن اللعبة شغالة من التسعينات لحد دلوقتي، وبيوصل أخيرا لسنة 2015 ويفتح الملف بتاع الفايز في السنة دي. والصدمة الاسم هوانج إنوا. مش مصدق اللي قدامه، أخوه مش مفقود، ده كان مشارك وكمان كسب. المشهد ده بيقلب كل حاجة في دماغ هوانج، وبيفتح باب شك كبير عن الدور الحقيقي اللي أخوه كان بيلعبه. وهل ممكن يكون لسه عايش في مكان ما جوه اللعبة؟ بعدها يفضل يصور السجلات دي كدليل، وفجأة تليفون الراجل اللي بيدير المكان بيرن، فيرجع أوضته بسرعة. هوانج بسرعة يستخبى. نرجع للمشاركين. المتبقين بيتجمعوا تاني في ساحة الألعاب، وفي الطريق بيشوفوا جثث الخونة من الحراس والدكتور متعلق معاهم. بيظهر القائد المقنع ويعلن اللعبة الجاية هتلعبوها في فرق من 2، اختاروا شريك. الكل يبدأ يدور بسرعة، اللي معاه صاحبه واللي متفق من بدري واللي ملوش حد بيبقى في ورطة، ومنهم ديهان اللي فضلت لوحدها. سونج يروح ناحية العجوز رقم 1. الناس كانت بتبعد عنه عشان ضعيف وكبير في السن وشكله مش هيقدر يكمل، لكن سونج يقف قدامه ويبتسم. وفي الناحية التانية سانج بيختار علي، الشاب الباكستاني الطيب اللي أنقذه قبل كده. والبنت الحرامية بتكون محتارة لحد ما تلاقي بنت غريبة هادية شبهها في الهدوء، ويتفقوا يكونوا فريق. نروح لهان لما تبقى وحدها، يجولوا الحراس وياخدوها. الجنود بياخدوا كل فريق من 2 لمكان منفصل، وبيظهر صوت القائد. اللعبة هي الماربلز، الكرات الزجاجية. كل لاعب معاه 10 كور، واللي يقدر ياخد 10 كور من شريكه بأي طريقة هو اللي هينجو. الخاسر سيتم إعدامه فوراً. الكل بيتجمد مكانه. هم كانوا فاكرين إنهم هيلعبوا سوا،
لكن الحقيقة إنهم هيلعبوا ضد بعض. اللعبة كانت ماشية حلو، علي بيكسب طول الوقت، لكن سانجي غير الخطة ويقول له إحنا هنغش السيستم، خلي كل واحد فينا يحتفظ بكوره ونقنعهم إننا كملنا، ويديله كيس مناديل بدل الكور. وعلي صدقه لأنه شايفه أخ كبير. بس لما يجي وقت النهاية، علي يكتشف إن الكيس فاضي وإن سانج سرق كوراته ومشي، وصوت الرصاصة بيعلن الخسارة. سونج والعجوز الاتنين بيبدأوا اللعبة. العجوز بيضحك وبيقول له عارف يا صاحبي، زمان كنا بنقول على بعض جنجان، يعني أصحاب نشارك بعض كل حاجة حتى الكور. في الأول بيلعبوا لعبة التقدير، كم كورة في إيدي، فردي ولا زودي. سونج بيكسب، بس كل مرة قلبه بيتقطع. بس لما العجوز يبدأ يتهته وينسى اسمه، سونج يحس إنه كده هيموت، فيقرر يستغل النسيان ده ويضحك عليه وياخد الكور. وفي الآخر العجوز يبتسم ويقول له أنا كنت أعرف إنك بتغش، بس أنت صاحبي جنجان، ويسيب له آخر كورة بإيده ويمشي. بعد لحظات نسمع صوت ضرب نار، وسونج ينهار ويبكي. الحرامية والبنت الهادية الاتنين مش بيهتموا باللعبة، بيتكلموا عن حياتهم، عن معاناتهم، عن الهروب من الماضي. البنت الهادية بتحكي إنها خرجت من السجن ولسه مش عارفة تعيش، والحرامية بتحكي عن أمها المحبوسة في الشمال وأخوها اللي في دار الأيتام. في الآخر البنت الهادية تقرر تضحي وتخسر، وتقع كورة من إيدها بالغلط وتقول لها أنت عندك سبب تعيشي عشانه، أنا لأ. وبعدها نسمع صوت الرصاصة. ما تكمل اللعبة يرجعوه من الغرفة، وهناك يشوفوا هان لستها عايشة وما اتقتلتش لأنها ما علبتش. بعدها يتم إعلان إن عدد اللاعبين المتبقين هو 17. نسيبهم ونروح نشوف الشخص اللي بيدير المكان وهو رايح لتليفونه عشان يرد على المكالمة اللي جاته. ساعتها يلاحظ إن السماعة محطوطة في الجهة التانية بس ما يبينش حاجة، وبكده يكون عرف إن الدخيل في غرفته بعد ما يخلص المكالمة. يبدأ يدور في المكان عن الدخيل اللي هو هوانج، وعلى آخر لحظة لما الشخص المقنع كان هيكشف هوانج تجيه مكالمة من الحراس ويبلغوه بأنهم لقيوا جثة على الشاطئ. ساعتها يطلع بسرعة من الأوضة ويروح للشاطئ ويعرف إنها جثة الحارس اللي قتله الدخيل اللي هو هوانج. بعد ما يفتشوا الملابس يلاقوا بطاقة هوية تبع هوانج، وبكده انكشف. بعدها يطلب من حراسه إنهم يحرقوا الجثة وهو يروح يكمل يستقبل ضيوفه، واللي يكونوا متنكرين هم كمان عشان ما تتكشفش هويتهم. بعدها يسألوها عن المضيف، فيرد عليهم الشخص اللي بيدير المكان بأنه المضيف مش هيجي لأنه في عنده ظروف صحية. بعد شوية نشوف هوانج وهو بيضرب واحد من الشغالين هناك. بعدها يلبس ملابسه وياخد قناعه، وقبل ما يدخل لهناك يبدأ يسجل فيديو على تليفونه كدليل قاطع على تاني يوم بيصحوا المشاركين وهم شايفين واحد من اللاعبين منتحر. بعدها يروحوا ساحة الألعاب، وهناك يشوفوا مجسمات عليها أرقام ويطلبوا منهم يختاروا رقم من الأرقام، ويبقى سونج حاير يختار إيه. ولما يكون هو يفكر يختار أي رقم، نشوف المتسابقين اختار البيت رقم وبقي رقم 1 و16. ساعتها سونج يختار رقم 1 بس يجي لعنده شخص ويطلب منه يخلي له الرقم 1، ويوافق سونج بكده هو رقم 16. بعدها يدخلوا أوضة كبيرة فيها كوبريين من الزجاج، زوج من الألواح الزجاجية في الكوبري، واحد فيهم زجاج مقوى يقدر يشيل وزن شخصين مع بعض، والتاني زجاج عادي هيتكسر أول ما حد يدوس عليه. لازم يوصلوا للنهاية في الوقت المحدد أو هيقعوا ويموتوا. اللاعب الأول بيتقدم وهو مرعوب، بيقف قدام أول زوق من الزجاج، يحاول يقرر يرمي نفسه على اللوح اليمين، يتكسر الزجاج وبيقع. الكل مرعوب. اللي بعده بيحاول يحسبها، بيختار يمين، ينجح، بعدها شمال، يتكسر. كل واحد بعد التاني بيموت. الخوف بيزيد، الضغط بيرتفع، لحد ما يجي لاعب بيقول إنه كان بيشتغل في مصنع زجاج وبيبدأ يميز الفرق بين الزجاجين من خلال انعكاس الضوء. اللاعب ده ينجح في كذا خطوة وورا بعض الناس بتعدي بفضل تحليله. بس فجأة اللعبة تضلم، النور بيقل، وسانج بيقرر ياخد خطوة جريئة ويدفع اللي قدامه علشان يعرف الزجاج الصح. في النهاية التلاتة بس هم اللي بيوصلوا للنهاية قبل ما الوقت يخلص. بعدها الزجاج كله ينفجر
وفي الانفجار ده اتصابت الحرامية بالزجاج. نسيب المتسابقين دلوقتي ونروح لهوانج اللي استدرج واحد من الضيوف وأخد له فيديو بكل حاجة قالها عن اللعبة والأشخاص اللي مشغلينها وكل المعلومات اللي يحتاجها عشان يطيح بالمنظمة دي. بعدها يخلص عليه ويبدأ يهرب من المكان ويلحق يغادر الجزيرة. بعد شوية واحد من الحراس يلاقي الجثة تبع الضيف ومباشرة يبلغ القائد تبعهم، وبعدها يبدأ الشخص الغامض ده يدور على هوانج لحد ما يشوفه. بعدها يعرف الحراس إن هوانج أخذ أدوات الغطس وغادر المكان. بعد شوية يطلع القائد وشوية من الجنود بالقارب وراه. نروح لهوانج ونشوفه وصل لمكان كده وطلع تليفون وحاول يتصل بمديره في الشرطة، بس الشبكة ضعيفة. بس هو ما يستسلمش ويفضل يبعت الفيديوهات والصور اللي أخدها كدليل لمديره هو. بس لحظتها نشوف إن الحراس وصلوا لمكانه ويدوروا عليه. لما هوانج يشوفهم يهرب بسرعة لحد ما يوصل لحافة جبل عالي، وساعتها الحراس يحاصروه. هوانج يطلع مسدسه ويضرب نار على الشخص الغامض، بس القائد يمشي ناحية هوانج ويشيل القناع بتاعه، ويتصدم هوانج صدمة عمره لما يكتشف إن ده أخوه. بعدها يطلب من هوانج يروح معاه، بس هوانج يرفض، وفي لحظة مؤلمة أخوه يطلق النار عليه وبيقع من فوق الصخرة للبحر. نرجع للمتسابقين. الثلاثة الباقيين قاعدين في أوضة الانتظار. الجو مشحون. سونج يعاتب في سانج لأنه رمى الراجل وكان سبب في موته، فهم بيتكلموا يوصل للحراس ويدوهم بدل نظيفة يلبسوها. ساعتها نشوف البنت وهي مجروحة في بطنها، جرح عميق بسبب الزجاج، فتبدأ تعالج نفسها بسرعة. بعدها ياخدوهم ويقعدوهم على الطلبيزة، والأكل قدامهم فخم جدا، شرايح لحم، مشروبات، حلويات. لكن رغم الفخامة مفيش حد قادر ياكل براحته بعد كل اللي حصل. بعد ما الأكل يخلص العمال يسحبوا الأكل والشوك ويسيبوا السكاكين عشان يقتلوا بعض بيها. لما يرجعوا للغرفة نشوف سونج وهو رايح يتكلم مع البنت، بس هي تفكره جاي يخلص عليها. سونج يهديها ويقول لها إنه هنا عشان يحميها من سانج. البنت تتكلم مع سونج على جنب، تحكي له على أخوها اللي لسه صغير ومستنيها تخرج. تقول له لو أنا مت حاول تساعده بأي طريقة، والعكس لو عاشت هي هتهتم بأمه. بعدها بتسوء حالة البنت وبتنزف بسبب إصابة حصلت لها في لعبة الزجاج، والجرح كان عميق. سونج بيجري يدور على إسعاف، بيخبط على الباب ويصرخ يطلب مساعدة، لكن يشوف الحراس وهم داخلين وهم ماسكين تابوت. ولما يرجع يكتشف الصدمة، سانج قتل البنت بكل دم بارد. ساعتها سونج يفقد أعصابه ويهجم على سانج، بس الحراس يمسكوه لأنهم بقوا هم الاتنين ولسه باقي لعبة واحدة هي حتكون الفاصل بينهم. في اليوم التالي نشوف سانج وسونج وهم في ساحة الألعاب، ونعرف إن اللعبة اللي هيلعبوها هي لعبة الحبار. المراقب بيشرح القواعد. اللي هيهاجم لازم يدخل من المنطقة الدائرية اللي على الرجلين، ولو وصل لمربع الرأس من غير ما يتصد يكسب. أما المدافع يقدر يستخدم أي وسيلة عشان يمنعه. القتال مسموح، آخر واحد يبقى واقف على رجله هو الفايز. تبدأ اللعبة. سونج بيبدأ مهاجم، سانج واقف قصاده مدافع وعينيه كلها تحدي ومرارة. سونج بيجري ناحية بداية الساحة، بيدخل على رجله جوه الدايرة وبيبدأ يتحرك بحذر. سانج بيتحرك بسرعة، بيصده بقوة وبيوقعه على الأرض. بيبدأ بينهم صراع بدني عنيف، ضرب، شد، عراك على الأرض، مشهد قتال دامن. سونج بياخد ضربة في وشه وبيتهز، بس بيرجع يقف وبيصرخ: ليه يا سانج؟ ليه وصلنا لكده؟ احنا كنا أصحاب. سانج يرد عليه: مفيش أصحاب في اللعبة دي، انت ما تعرفش أنا عديت بإيه. بعدها سونج بيوقع سانج على الأرض وبيطلع السكينة اللي كان ماسكها في اللحظة الأخيرة، لكنه بيقف، بيرفض يطعنه. نقطة التحول في الصراع ده. سانج وهو بيبكي بيقول: مش هكمل كده، مش عايز أكسب بالطريقة دي، لو اللعبة دي هتخليني أتحول لوحش فأنا خسران. بعدها
بيروح ناحية الحارس اللي كان هيطعن سانج عشان يطلب الانسحاب الجماعي. قانون اللعبة بيسمح بكده لو الاتنين وافقوا. بس في اللحظة دي سانج بيكلمه بهدوء وبيوصيه بأمه ويقول له خليك انت اللي كسبت، وبيطعنه في رقبته وبيموت بين ايدين سونج. بعدها نشوف سونج في عربية مع الشخص الغامض عشان يوصله لبيته. ساعتها سونج يسأل الشخص ده ليه عملوا لعبة زي دي، بس الشخص ده يرد عليه ويقول له إنهم بالنسبة لهم مجرد أحصنة وهم بيراهنوا عليهم وبس. بعدها يقول له اللعبة خلصت ومبروك عليك 45 مليار وون، ويهددوا لو جاب سيرتهم لحد أو خبر الشرطة عليهم فهو هيتقتل. بعدها يرموا سونج في الشارع ويلاقي في جيبه كارت فيزا، يروح يجربه في الصراف ويكتشف إن المبلغ كله عليه 45.6 مليار وون. هو راجع في طريقه للبيت يقابل أم سانج، مهما حاولت تكلمه مش بيرد عليها وتديله أكل ليه ولمامته، ولما يحاول يديها فلوس ترفض تاخدهم. سانج يكمل طريقه للبيت، ولما يدخل يلاقي أمه ميتة من أيام. بعدها نشوفه بعد سنة عايش وسط الشحاتين ولا صرف مليم من الفلوس اللي كسبها. في يوم يقعد مع مدير البنك والمدير يقول له إنهم اتصلوا بيه كإجراء روتيني عشان يتأكدوا إن صاحب الحساب عايش، لأن الفلوس زي ما هي ما تسحبش منها حاجة. سانج يطمنه إنه بخير. هو خارج من البنك يستلف شوية فلوس ويروح يقعد على البحر. تجيله ست تبيع ورد، يشتري منها وردة ويكتشف جواها كارت شبه كارت اللعبة، لكن مكتوب عليه كلمة غامبو. دي نفس الكلمة اللي قالها له الراجل العجوز قبل ما يموت. يجري بسرعة على العنوان المكتوب ويلقي الراجل العجوز عايش على أجهزة تنفس وصحته بايظة خالص. العجوز يعترف إنه هو مضيف اللعبة وإنه عملها عشان الأغنياء يتسلوا ويتفرجوا. بعد ما يخلص كلامه يموت. سانج يخرج من المكان وهو حاسس إنه لازم يتغير. يروح يساعد أخو البنت الحرامية، ياخده من الميتم ويسلمه لأم سانج ويديها الشنطة مليانة فلوس. بعدها يروح للمترو في طريقه للمطار، لكن فجأة يشوف الراجل اللي كان السبب إنه يدخل اللعبة، يجري وراه لكن ما يلحقوش. يرجع بسرعة للشخص اللي الراجل كان بيتكلمه، ياخد منه الكارت ويحذره ما يدخلش اللعبة. سام بيتصل بالرقم ويقول لهم بصوت حازم إنه هيقفل اللعبة دي للأبد. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنوني في الجاي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسيبوا كومنت وقولوا رأيكم. أشوفكم على خير.